فعلشان ما يحصلش كده اسمعوني في الفقرة دي، هقول لكم شوية حاجات تخليكم إن شاء الله ما تقعوش في الأخطاء اللي بتتسبب في حاجة اسمها خناقة أول يوم العيد. ولو عملنا سيرش كده على جوجل على خناقة أول يوم العيد هنلاقيها موضوع مشهور جدا، يعني مش واحد مرة ولا اتنين، لا هي حاجة مشهورة بقت، أصبحت تبقى من طقوس العيد عندنا. طيب نفكر بقى في الأسباب إيه اللي يخلي خناقة أول يوم العيد دي تحصل. لو جبنا أسرة متوسطة الافريج يعني في مصر اللي هي مثلا ام محمد وابو محمد وعندهم طفلين، نلاقي ايه اللي بيحصل من اول يوم رمضان وال30 يوم كلهم احنا بنطلع عين ابو محمد. عايزين رمضان يبقى فيه اكل حاجات زياده، في حاجه في بعض عند كتير من الاسر حاجه اسمها مواسم، نودي موسم لبنتي، نودي موسم لمرات ابني، معرفش ايه، فكل دي بيبقى لود على ابو محمد. وكمان غير كده الزيارات والعزومات والحلويات وكل ده لود على الراجل. طيب نيجي بقى على العشرة الاواخر، ده بقى نوصل لليفل الوحش خلاص. تلاقي بقى يلا يا ابو محمد هات لنا لسه بقى لبس العيد. طب عندنا طفلين، لبس العيد مش يبقى طقمين، يبقى 3 تطقم لده و3 تطقم لده، علشان لما نروح لخالته غير لما نروح لعمته نلبس هنا حاجه نلبس هنا حاجه، تطلع عين ابو محمد. خلصنا بقى وجبنا لبس العيد؟ طبعا لا، كحك العيد. كحك العيد يا ابو محمد. طب يعمل ايه يا ابو محمد؟ احنا بقى هنوفر، الست بقى شاطره وناصحه وهتعمل كحك في البيت. عشان تعمل كحك في البيت هو انا هعجن كيلو ولا 2 ولا 3؟ لا، نعجن كتير وتطلع عين الاسره طول الشهر يفطروا من الكحك طول الشهر. خلصنا؟ ما خلصناش، جبنا لبس العيد وكحك العيد. العيديه بقى، العيديه يا ابو محمد مقامك، انت هتدي العيال العيديه اي كلام؟ هتدي ولاد اختك اكتر ما هتدي ولاد اختي عيديه؟ طبعا دلوقتي هتقولوا لي ما دي هذا ما وجدنا عليه آباءنا ودي طقوسنا ودي فرحتنا. تمام، طقوسنا وفرحتنا وكل حاجة، بس يبقى في وعي، يبقى في وعي. لبس العيد نعمل ايه؟ ما نجيبش، لا نجيب طقم لكل طفل ونراعي فيه الفصل السيزون اللي احنا فيه. احنا في اخر الشتاء، لو جبتي لابنك اللي عنده 2 طقم شتوي هيجي السنة الجاية يبقى صغير عليه ونرميه ويبقى قضى بيه يوم او 2. حرام. نجيب طقم واحد ويكون صيفي ونلبس عليه جاكيت لو الدنيا برد، لان هي كلها اسبوعين والدنيا هتصيف اصلا. العيديه نفسي قوي نعمل حاجه لطيفه ظريفه وهتبقى الطف والله لو عملنا العيديه دي حاجه رمزيه، يعني مثلا 5 جنيه، 5 جنيه ونكتب عليها اهداء، ويجي الطفل ما يصرفهاش، يحطها في فايل. هيجي وهو عنده 20 سنة عنده عشرات ال5 جنيهات دي مكتوب عليها من عمه من خاله، سوفينير ذكرى، ما يصرفهاش. ليه بقت العيدية أرقام فلكية؟ ما ينفعش. طيب هتعملوا ايه في الكحك؟ الكحك نروح نجيب كده كيلو حلو من حد سعره على قد ايدنا، مستوانا عالي جدا نجيب على قد مستوانا متوسط، مستوانا كذا، هو كيلو تاكلوا فيه يوم العيد الصبح نفطر بيه بالشاي. مش لازم اقعد شهر احكم على الاسره كلها تفطر شاي وكحك وبسكوت، حتى بيزهقوا ودي حاجه مش صحيه. فكفايه كيلو يا ام محمد، مش لازم 10 كيلو نعملهم.